الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وصحة دايما ان شاء الله. انا جبت معايا النهاردة شوية رفايع هعرضها لكم. زي ما بقول لكم انا بجيب كل حاجة على القد اللي بنزل بلاقيه، فانا هعرض لكم الحاجات اللي انا لقيتها ايا كانت حاجات بسيطة. فانا ماشية معاكم في سلسلة الرفايع، اي حاجة صغيرة او اي حاجة كبيرة انا بعرضها لكم. النهاردة انا جبت شوية رفايع يا جماعة. اول حاجة اهي دي اللي هي بتنضف الكوبايات والازاز والحاجات دي سيليكون اهي يا جماعة. دي انا جبتها ب20 جنيه. برضو رحت لقيت عنده اللي هو المضرب ده اللي هو السوسته معلش انا بصور بايدي بعمل بايدي فنسيت اشيل الحاجات دي قبل ما اصور. معلش ده المضرب ده في البيت اهو كده اللي هو بسوسته ده جبته ب25 جنيه. يا دي كلها رفايع. انا بحاول اركز على الرفايع عشان زي ما قلت لكم ما انساهاش، يعني اكتر حاجه دلوقتي بجيبها عشان ممكن في الزحمه وفي كده انساها، فبركز على الرفايع. دي معالق حوالي 12 معلقه. دي بقى تحطيها للسكر للشاي، يعني في كل برطمان اي حاجه يعني. ده جبتهم ب25 جنيه. اه والله انا بقيت انقي كده، يعني اللي الاقيه انقيه. دي برضو مشابك للبطاطين، وكمان لازم تجيبيها الوان كده عشان طبعا دي عروسه. فانا جبت دول ب17 ونص ودول ب17 ونص 6. برضو جبت دول برضو مشابك، ده برضو حوالي ب17 ونص. انا بقى طبعا كل ما بروح الاقي اجيب ولسه طبعا هجيب لها حاجات تاني كتير من اللي هو كمان اللي المشابك. قالوا لي لازم تاخدي ليها المشابك ليها للعروسه بكل الوان وكده، فاخدتها. دي ب25 زي ما لا ده ب17 ونص. كنت انا قايله لكم ان انا جبت اللي هو المج، مج الشاي، لا فنجان الشاي مش مج الشاي، بالطبق بتاعه كان هو البابل. وقلت لكم ان انا هجيب من ده اهو يا جماعه. لقيت عندها ده للشاي. وعلى فكره كبير، انا ما كنتش عايزه اجيبه، بس قلت لها هاتي لي حاجه يكون حجم اقل من كده. قالت لي لا ما فيش اللي هو غير ده كبير. الكاميرا مش مبينه على فكره، هو حجمه كبير قوي. فلقيتهم يعني كل 3 بيبقى في علبة. جبت يعني على قد طبعا الفلوس اللي كانت معايا، جبت 3 اهو. شكله حلو قوي، بس هو بس مشكلته ان هو ان هو ضخم شوية. دول 3 اهو، شكلهم حلو برضه. وكل الحاجات دي يا جماعة اللي انا بقول لكم ان انا لحد دلوقتي ان انا جايباها للمطبخ اهي. دول كده 3 اهو. شوف شكلهم عامل ازاي، حلو. وهجيب لي انا في البيت ليه، يعني ممكن اخد دول واروح اجيب لها هي، او اجيب 6 و6 يعني يبقى 12. بس كل مرة اجيب يعني على قد ما بقول لكم بيبقى معايا الفلوس. دول برضه دول 3، كل 3 بيجوا في علبة. حلوين قوي يا جماعة والله، شكلهم حلو قوي. بس هما بس مشكلتهم ان هما كبار. اللي بيحب طبعا زي ما بقول لكم يشرب الشاي في مجات كبيرة. دول يا جماعة كنت جايباهم والله يا جماعة. انا لقيتهم زي ما بقول لكم وحياة ربنا لقيتهم عند ناس ب75 جنيه، وفي ناس بتبيعهم ب80 جنيه. انا دخلت في المحل اللي انا جبته منه ده محل بقى غير اللي انا بجيب منه. لقيته ب62 ونص، ب62 ونص. يعني شوفوا بقول لكم في ناس بتبيعه ب75 وب80 يعني اسعار كده. انا زي ما بقول لكم موضوع ان انتوا تدخلوا كذا محل ده هو هينفع. ده ب62 ونص. معلش انا مش هعرف اعمل، بس ارتبه بعدين. ده برضه يا جماعه لقيته عندها، لقيت محل كده حلو والله بالصدفة داخلة لقيته عندها فجبته. انا كنت جايبة منه برضو قبل كده، بس ده ليا انا اهو يا جماعة. دول طبعا انتوا عارفين ماركة باشا باتشي دي اللي هي التركي.
حلو قوي، عجبني برضو. انا كنت جايبه منه بس كان يعني ايه، في منه يعني نازل على، مش عارفه، كان يعني تحس ان هو مايل بميله كده، لكن ده ستريت كده. ده جبتهم وهاخدهم ليا انا، دول ليا انا. طبعا الحاجات اللي انا كنت جايباها لها بشيلها واحطها في كراتين واشيلها واغلفها. طبعا كنت عايزه، قلت اخد من عندها حاجه لحد ما عرفتش اخد حاجه من الحاجات اللي انا شايلاها، فرحت اشتريت دول. دول برضو 6. والحاجات يا جماعه والله العظيم ده انا كنت جايباه اللي هو شبهه كده، او اللي هو زي ما بقول لكم بميله، انا كنت جايباه ب130 جنيه. ده يا جماعه جبته ب200 جنيه. ده جبته ب200 جنيه. شوف الحاجه، الفرق السعر قد ايه. فرق سعر جامد جدا يعني. الايام دي الاسعار بسم الله ما شاء الله يعني في العالي، يعني الاسعار في العالي خالص. فربنا يعني. دول 6 جايباهم ليا انا بقى، مش ليا. دول انا عشان رمضان انتوا عارفين وايه، بيبقى حاجات كتيرة وعصاير وكده، انا جبتهم ليا انا. شوفي انا كنت جايباه بكام وجبته بكام. اسعار يا جماعة رفعت جامد جامد، فربنا المعين يعني. اهو. دول 6. وطبعا انتوا عارفين ايه، بشباتشي لا غنى عنها يعني، تركي. حتى الحاجات اللي هي المستوردة كلها رفعت جدا، وحتى المصري. برضه يا جماعة لقيت لها ده. ده ليها هي بقى. ده في منه بيبقى ال3، بس بيبقى صاج يعني مش حلو قوي يعني، ومغطي تفلون يعني. لكن دي يا جماعة تفلون تفلون يعني. انا لقيتها مش حابة ان انا اجيب لها الطقم اللي هو الكامل ده، مش لازم يعني. دي لقيتها احسن واقيم والتفلون بتاعها كده، هي غالية يمكن بتمن ال3، بس انا لقيتها اقيم واحلى فجبتها. دي كانت ب150 جنيه. دي 150 جنيه برضو. دي الحاجات دي بقى ايه، لقيت طواجن اللي هي الفخار دي، بس مش ليها، دي ليا برضو يا جماعة. تعرفين رمضان والطواجن والحاجات دي، فرحت جايبة ايه، جايبة دول الواحد. وكمان ايه خليتها يعني انا حقيقي يعني الست قالت لي لازم يتحرقوا قبل ما يدخلوا الفرن، فانا هحاول كده ان انا احرقهم او قبل ما يدخلوا الفرن. ده يا جماعة كان الواحد معرفش ب25، لا كان الواحد ب30 جنيه. ده الواحد كان ب30 جنيه. ده الواحد كان ده، دول ليا انا. الحاجات دي ليا انا. دي كده يا جماعه النهارده ايه، شويه المشتريات اللي انا اشتريتهم معاكم النهارده. زي ما بقول لكم كل ما تبقى معاكم حاجه حتى لو بسيطه تنزلوا تشوفوا. يعني دول يا جماعه تتخيلوا دول بمبلغ ايه يعني. انا هقول لكم بمبلغ ايه يعني، ان الواحد ينزل يجيب شويه مشابك على شويه كوبايات. شوفوا المبلغ الواحد اللي بيدفعه فيه. فربنا المستعان ان شاء الله. دي كلها كده مشتريات النهارده، ويا رب تعجبكم. خليكم يا جماعه كل يوم زي ما بقول لكم، كل ما يبقى معاكم حاجه او اي اهو، هو ده اللي انا بنزل اجيبه. الهدف من فيديوهاتي ان انا اوصل لكم اي مبلغ معاكي حتى لو صغير، ان شاء الله تجيبي الدستة دي. كل الهدف ان انا اوصل لكم ان احنا الحاجات بتغلى وبتزيد. فانا كل هدفي من الفيديوهات ان انا اوصل لكم الكلام ده، ان حتى لو مبلغ بسيط معاكي تنزلي تجيبي منه. وزي ما قلت لكم لازم تدخلوا محل واثنين وثلاثه ايه، عشان الاسعار بتفرق. معلش اللي حبيبتي اللي قالت لي انت بتكرري الكلام، والله العظيم كل هدفي من الفيديوهات، كلنا بنشتري كلنا بنجهز وبنجيب، كل هدفي من الفيديوهات ان انا ايه، اقول لك على نصيحه او اللي انا بمر بيه. لان الاسعار غاليه والحاجات غاليه، فمش هيبقى معاكي كل يوم او كل اسبوع او كل شهر ان انت تجيبي حاجه. فانا بقول لك تبداي كل هدفي ان انا اقول لك ابداي بحاجه، وان شاء الله حتى لو قليله. دي كده يا جماعه مشتريات، وانا اسفه لو كنت بطول او بكرر في الكلام، بس كل عشان الافاده بس حضراتكم يعني. دي كده يا جماعه مشتريات النهارده. وما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتعملوا كومنت، وما تنسوناش برضو في الدعاء وتدعوا لاهلنا في غزه. وربنا يعود علينا يا رب وعليكم الايام بخير وسعاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.